هذا الرجال مرسل لي برضو على القصة، يقول أنا ماخذها من صاحبها نفس اللي حصلت عليه. يقول في عام 1412 جيت من حايل، يقول وانا في الطريق والله في الليل سار الليل، يقول والله يوم دل ماشي الخط يهز، النوم عطي الله جاه النوم، لكن النوم غلاب ما هو بسواليف. يقول يوم دليت هاكل عيون القطط يوم ماش ما نبى. يقول قلت عاد وين الرياض انا وش حادري المخرج بس. يقول له رجال معهم كل خير، معه فراش البر ومعه كل شيء، قال النوم بس. يقول واطلع اول مخرج جاني بس قلت اللهم لك الحمد، اطلع معه. يقول واخذه يمين، يقول اروح يجي لي 5 كيلو 6 كيلو ابعد عن الطريق، عن صوت السيارات والتريلات، يبي انام في البر هالحين. يقول المهم دخلت في البر وادور لي مكان بس رفيع، وخبركم اللي بينام في البر يبي محل ما فيه نمل ولا هو بمنزل ابل ولا هو نظيف ولا فيه يعني تالي كشته عشان القوارص وما القوارص. يقول المهم لقيت لي هكا تبه مرتفعه زينه، يقول والله لا حولي لا عرب ولا سيارات ولا كواشيت وبراد صيف مثل هالايام في الليل. يقول هكا تبه مرتفعه، يقول وانا اسم بالرحمن الرحيم، يقول ما شفت احد ترى. يقول وانا انزل فرشتي وفراشي، يقول ما صدقت على الله بس اني اطيح. يقول لكن يورالي اني اسمع شيء تقول احد يمشي بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اللي وسمي. يقول والله لا اخذت شوي، لا والله انه يقرب وفي صوت ثاني غير المشي ليل. يقول وهذا اللي ناظر، يقول له شوف زول من بعيد جايني. يقول وابدا اقرا قران والمعوذات وايه الكرسي وخاتم البقره واقرا وارفع صوتي. يقول الزول يقرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذاك يقرب يقول انا ما ادري هذا جن، هو 200% الان هذا جني، ما شفت سيارات ولا شفت بدو ولا شفت حلال. يقول ما ادري وش. يقول يوم اقرب، يقول شوف الزول يهز ومقبل علي. يقول المهم وصلني، يقول انا بغى يوقف قلبي القرآن يجيب نتيجة مع الجن هذا ما جاب معه نتيجة. يقول يوم وصلت، يقول لها حرمة عليها عبات ولها كبيرة سن وجثلة، يقول لها يابس حلقها وناشفة ولها تقول لا إله إلا الله يابسة الحرمة على آخر نفس. يقول قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو تجلس عندي. يقول يوم جلست أنا فيني رعب وفيني خوف، لكن أيقنت أنها ما هي بجنية، ما فيها شر. إن شاء الله ما فيها شر، حتى لو أنها جنية إن شاء الله ما فيها شر. يقول لا معي ما، يقول وروح وجي، يقول أرش فثامها شوي. يقول تبي تأخذها مني، يقول المهم ورشها شوي هذه. يقول يوم انطلق حلقها ما جاه ماء، يقول عادة لها الحياة سبحان الله لها. يا بنت أنت جنية ولا نسي؟ سألت بالله. قالت لا ننسي أبي تمر أبي أكل، أنا ما أكلت، أنا تعبانة أبي ماء، عطني ماء. طبعا ما يعطى الضميان للدرجة هذه، ما يعطى ماء بكمية كبيرة، شيء بسيط عشان ما يموت. يقول المهم يوم تأكدت انها نسية وعجوز حرمة كبيرة سن، هذا مرة يقول لا أنت، يقول الله يرحم والديك أكرمك الله. يقول وانا انطلق للمحطة قد خلت في محل هذا ولا تعدين. يقول واروح واجيب لها تمر واجيب لها حليب واجيب لها لبن وماء. يقول وانا اجراجع واعطيها على شوي. يقول دبت فيها الحياة، يعني يمكن لو متأخر ساعتين الله أعلم ذي تموت. يقول دبت فيها الحياة. قلت يا مرة أسألت بالله العظيم أنت وش جابت فيها الخلا الخالي؟ وين هلت؟ يقول وهي طم راسها كذا، يقول تاخذ شوي عجزت تتكلم. يقول يوم رفعت رأسي يقول والله أنا تمسح دموعها، يابس وجهها وتعبان وحرمة كبيرة سن. يا خالة وش بلات؟ قالت خلها على الله. قال لا علميني يعني. قالت أنا أدخل على الله ثم عليك إنك ما تخليني في هالخلا الخالي. كان أنا معدن مخليت بس أنت حرمة وأنا رجال، علميني عشان أعرف أتصرف. قالت يا ابن الحلال أنا ما لي إلا ولد واحد، لكن ما في خير يا رب وعاق وحسبي الله ونعم الوكيل عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أنا تأثرت
وشلون يا خاله؟ قالت جادعني الصبح طلعت الشمس في البر في وسط البر وخلى عندي ماء وقال اقعدي مثبت ومشى وخلاني. والله اني من خلاني متملم ماي الضحى الحمد لله اللي عطاني، واني يبست مع هالشمس مثل هالايام يا ناس. من يقدر يمشي نهارك كله على الليل كله لين نصف الليل؟ انا ما اظن مثل الايام اللي كان ماتت. لا والله عاد حول، لكن الصيف الوكاد ان الصيف. الحاصل انه يوم جت الحرمه قال الحين ولد استدري وينه، وقالت يقول اضطريت اسكتت ما عاد تقدر تتكلم، شرهة عليه وضايق صدرها عليه. مقهوره والله مقهوره ما هو بشرهة. يقول قلت تدري عاد والله ان تم انت حسبة الواده من هالساعه تدري ما عاد فيني نوم، اركبي. طيرت النوم. اي والله. يقول قعدت ابكي معها، هي تبكي يقول وانا ابكي. يقول واشيلها، يقول ولا يردنا الا الرياض. يقول ندخل الرياض، يقول عقب صلاه الفجر وادخل على الحرمه. قلت ترى معي حرمه كبيره سن وهذا وضع وهذا وضع في البر. لقيت قال والله هذا اللي الله كتب، انا الله ساقني لها وهالحين جبتها معي. قالت الله يحييها، صارت بنت رجال. قلطوها وجابوا القهوه وجو العلان وسلموا على ابوهم وسلموا على هالجده الجديده، صارت جده لهم. يا سلام. قهووها فطروها هببوا في ريحه واستانست المر، انبسطت معهم. قال يوم اخذوا ايام قال الرجال معذبها الحين اللي هي في بيته، قال يا ام فلان، قالت سب، قال اما انت انا مضيق صدرت شيء علمين، واما شالت البيت يشيلت راسي. بيض الله وجهه والله. فسبحان الله العظيم اللي ولدها ومن جوفها طالع رماها في البر، ويسخر العزيز الحكيم الرحيم لها رجال على الطريق يفرق ويروح لها ويجي يقول انت على راسي. ما هو بولدها ولا تعرفه ولا يعرفه، لكن سبحانه مسخر. يقول اخذت عنده شهرين، قالت يا ابو فلان، قال لبيه، قالت انا طالبك طلبه. قال امري يمه. ده اللي يسميها يمه، مره يسمونها يمه كله. امري بس ايش تامرين؟ قالت ابيك توصلني ولدي. قال ولدت اللي رامت في البر؟ قالت ايه. قال يمه ما هذا لو في خير ما رمات في البر وخلات. قالت يا ابن الحلال ابى اروح اشوفه لو بس ادري انه بخير. واجعل والدينا في الجنة. قالت بس انا عارفت انه يمكن ما يبيني، لكن ابى اروح اشوف يمكن في شيء انا قلبي ما كلني عليه. ودي بس اروح اتطمن عليه بس. حاول فيها يثنيها عن رايها. قالت تكفى ودني له ودي اشوفه. قال على اركب والله هو ياخذها. تدري من زاله؟ قالت هي لجيت القرية الفلانية الديرة الفلانية ترى من هدل، هو في البر ساكن عنده حلال. يقول يوم قبلنا عليه، يقول وانا اقول يعني اكيد حن قلبه امه مهما كانت الحاله. يقول يوم قبلنا عليه، يقول العجوز قامت تفرك يديها. تسمح لنا بس اي امرني بنطلع فاصل ونرجع شوي نواصل. ايوه اكمل بعد فاصل. اي مشاهدينا الكرام، ادري والله ادري انكم يعني مشتاقين لباقي قصة ابو راكان، نرجع له. تفضل يا ابو راكان. وش وقفنا عنده؟ والله وقفنا عنده وقالت بروح لولدي. ايوه ودني لولدي. الله وصلها. ويقول انا في قرارة نفسي انه يعني ابلغ ولد يعني مهما كانت الحالة فهي امه، وبيصير موقف يعني يقوم يخمها بيصيح يقول العجوز من قبلنا، ويقول وانا اشوفها تفرك يديها ناوية. لا يقول خايفة. يقول ومسكينة ما عاد قدرت تتكلم ودموعها في عيونها، ولا اله الا الله يا الله يا الله يا كريم يا خايف من ولدها اعوذ بالله. يقول يوم نزلنا، يقول هو شاف السيارة عنده غنمه وعنده خيام، يقول عنده حرمة جاذلة. يقول يوم جاء ما يدري وش السيارة ولا يدري وش هالحرمة. يقول يوم شافها عرفها. قال أنت ما متي، أنت ما تموتين. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. يقول أنا من هول الموقف. يقول وقفت ما قدرت أتكلم. يقول يقبل عليها ماني مصدق أنا. يقول يقبل عليها الله لا يبلانا ويرفع يده عليها حسبي الله ونعم الوكيل. يقول يصفقها هكا الكف. أعوذ بالله. يقول ولد متعاف. يقول صكها بهكا الكف. يقول العجوز على جنبها. إنا لله. يقول أنا جاني قشعريرة ما عاد أدري وش ودي أطقه، لكن أنا اللي جاي
إنا لله. وفي نفس الوقت هالمسكينة هذه ما لها والله ثمنها الحين. يقول حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، الله لا يربك ولا يوفقك، والله ما سويت خير ولا انت براعي خير. ما هم توفق الله لا يوفق. آمين. استغفر الله العظيم. يقول وروح، يقول وهز على العجوز، يقول وقومها وحب راسها، يقول وقعدها، يقول تبتس العجيز تصيح. يقول قلت انا ناهيت لكن الله يهديك، قومي قومي اجلس في الجنه، قومي انت امي انا ما انت بامه، وقومي قومي بس ما عليك اسمه تركي. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، تحسب عليهم تلقاها عند ربك، والله اني سوابك، والله اني سوابك مثل ما سويت بحسبي الله عليك. يقول وعود، يقول وفيها غصه وفيها بكاء خارجي وبكاء داخلي، فيها حسره. الحين هذا اللي جاي تبي تشوفه بتطمن انه طيب. يقول وركبها، يقول والله ما جفت دمعتها لين دخلنا الرياض. يقول وتجلس في البيت، يقول ولا هي طيبه، قبلها تهوجس، قبلها مسكينه ما هي بمعنى ابد. يقول وتنقص، اكلها قل وضحكها قل وناستها مره ما عاد هي الاولى. يقول تاخذ عندي يجي 6 أشهر 5 أشهر، يقول هي تتعب 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 وتنش حالها لين قضت. يا ام فلان يا بنت حلال، نجيب العيال اللي تحبهم ونخليهم في حضنها، نبيها ما عاد هي بيمنا. يقول يوم جاك اليوم قالت يا فلان، قلت لبيه، قالت انا مثل امك، قال الله. قالت انا طالبك طلبه، تقول تم، قال تم الا فلان ما وديت له، قالت لا ما بي، اطلبي يا ام فلان امري. قالت ان الله كتب علي ومت، انت اللي تنزلني في قبري، والنجس هذاك لا يشوفني ولا اشوفه ولا يسلم علي لو اني ميته، ولا يقربني لا يلمسني، ترى خالص منه بيني وبينه العزيز الحكيم. لا حول ولا. يقول والله قدرت اقول حل لي ولا قدرت اقول شيء، سكت قلت ابشري ابشري، لكن الله يمد بعمرته ويخلي تسلنا. يقول والله ما بطت الله، تعبت يوم طاحت عاد تحتاج المستشفى. يقول واشيلها وديها المستشفى، يقول على طول اروح رجال لولدها، تروح المكان الفلاني فيه رجال هذا صفته قل له امك في المستشفى بس يعطينا اوراقها، بس يجي يعرف بها في المستشفى. يوم وصله قال روحوا شوف خالي عندك عانه في الرياض. خالك يقول نعود نلقى الشايب هذا. المهم زانت الامور، يقولوا عرفوا بها في المستشفى، يقول ما ابطت، خذت لها يجي اسبوعين وتوفاها الله. الله المستعان. وهي غاضبة على ولدها، ولدها آخر عهده بأم الصفقة صافقها. هذا وش قال عنه يا مسلمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول يوم جاء في المقبرة، يقول له شوفه واقف هناك ولا تنها، بس اللهم اني جيت بس. يقول في وجه ندم لكن ما ينفع، وخزي والله خزي والله إنه يقول في وجه سبحان الله، يقول لا تحبه ولا ودك يقربك، يقول أنا كارهه في الله. يقول لكن لا تحسب أنه بكى على أمه، يقول حنا اللي نبكي عليها، هو ما بتعلم. الحمد لله. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا من سوالف العقوق، ونقول هذا ما هو بحق الوالدين، لكن هذا ما سويته سوي بك. اصبر شوي بس يكبرون هالصغيرين هم يوريك شغلك. هذه عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. الله يرحمنا برحمته. آمين آمين آمين. ولذلك في الحديث ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما من ذنب يعجل عقوبته في الدنيا مثل عقوق الوالدين. سيرى هذا العاق أثر عقوقه في الدنيا